وعندما كان في هذه الأمة رجل، كان الحكام العرب يلبسون ملابس الحريم، ملابس النساء، ويذهبون ليلا ليتفاوضوا مع الإسرائيليين. وعندما مات الرجل واصبحت هذه الأمة بدون رجل، أصبح العهر القومي يمارس جهارا نهارا أمام العالم بالصوت والصورة. لماذا كنتم تتخفون وتلبسون ملابس الحريم لكي تبتغوا بالإسرائيليين؟ لأن كان هناك جمال عبد الناصر تخافونه، لأنه هو الرجل الوحيد الذي كان في هذه الأمة، وكانت الجماهير تسمع كلامه وتنفذ أوامره. كنتم تخافون من الشعوب عندما يتكلم عبد الناصر، وبالتالي كنتم تجتمعون سرا وفي جنح الظلام. اقروا مذكرات موشي ديان، اقروا مذكرات موشي ديان، اقروا مذكرات شارون، اقروا هذه المذكرات التي تفضحكم. حتى الإسرائيليين عندما يذهبون إلى بلد عربي يذهبون سرا، لأن يخافون إن عبد الناصر سيحرر هذه الشعوب. ماذا فعلتم في سياستكم المبعثة لجمال عبد الناصر؟ ماذا فعلتم؟ جريتم الخزي والغير، دخلتم من الصبر، تنازلتم عن كل شيء، وقال لكم العدو طز طز